كتسمع بالبوش بول ليكس وبغيتي تريني به وما عندكش بروغرام، ولا ديجا كتريني به وما عطاكش نتائج. اليوم غنعطيك بروغرام كامل ديال البوش بول ليكس مفصل ومصاوب باش يوصلك لاحسن الاهداف ديالك. اولا خصنا نفهموا بلي هاد التقسيمه ديال التمارين كتعتمد بزاف على التمارين المركبه اكثر من تمارين العزل، وبالتالي ما غيكونوش تمارين بزاف، ولكن غيكونوا سيريات بكاليتي طالعه. غنديروا 5 ديال السيريات. البروغرام غنترينيو فيه النهار الاول بوش اللي هو الدفع، كنستهدفوا فيه 3 ديال العضلات. اولا الصدر، ثانيا الكتاف من القدام والجناب، وثالثا الترايسيبس. غنديروا 5 ديال التمارين. اول تمرين هو الدمبل انكلاين بريس، ثاني تمرين هو الدمبل اوفرهيد بريس، ثالث تمرين هو تشيست فلاي، رابع تمرين هو اللاترال ريزز، واخر تمرين هو ترايسيبس اوفرهيد اكستنشن. انا نعطيك 3 ديال الثواني باش تسكريني. يلا سير على الله. 1 2 3. ثاني نهار عندنا هو البول داي اللي هو السحب. غنستهدفوا فيه 3 ديال العضلات. اولا الظهر كامل، ثانيا اللور ديال الكتاف، واخيرا البايسبس. غنديروا فيه حتى هو 5 ديال التمارين. اول تمرين هو الباربل رو، ثاني تمرين هو اللات بول داون، ثالث تمرين هو ستريت ارم بول داون، ورابع تمرين هو الرير ديال فلاي، وخامس تمرين هو الايزي بار بايسبس كيرل. غنعطيك 3 ديال الثواني باش تسكريني. يلا سير على الله. 1 2 3. النهار الثالث والاخير غنديروا فيه الليجز اللي هما الرجلين كاملهم. غنديروا 5 ديال التمارين. غنبداو باول تمرين اللي هو الباربل سكوات ولا الهاك سكوات، ثاني تمرين هو الرومانيان ديد ليفت، ثالث تمرين هو الليج اكستنشن، رابع تمرين هو الليج كيرل، وخامس تمرين هو ستاندين كالف ريزز. غنعطيك 3 ديال الثواني باش تسكريني. 1 2 3. بالنسبه لي ريبيتيسيون والسيريات في هاد النهارات بثلاثه، غتخلي الريبس بين 8 و15، وخلي السيريات بين 3 و 4 ديال السيريات في كل تمرين. هاد البروغرام تقدر دير فيه هاد الايامات متابعين، مثلا الاثنين والثلاث والاربعاء، وترتاح النهار اللي من وراهم ولا يومين، وغتقدر تعاود البروغرام ازيرو، يعني كل 5 ايام غتلقاك رجعتي للبوش. الشرط هو يكون نعاسك مزيان وماكلتك مزيانه، سينو حاول تفرق هاد الايام على السيمانه ديالك وتريني غا مره وحده بوش بول ليكس في سيمانتك. غتلاحظوا بلي بزاف ديال العضلات ما استهدفناهمش، بحال الترابيز وبحال الفور ارمز وبحال الكرش. هاد العضلات كيخدموا مع التمارين اللي عطينا، لكن الا عندك ضعف ولا بغيتي تخدم عضله من هاد العضلات تقدر تزيدها نورمال. كذلك غتلاحظ بلي التمارين قلال، داكشي علاش السيريات ديالك خصهم يكونوا بكاليتي طالعه، يعني يا اما دير اوزان ثقيله بالنسبه ليك وتطلع الشده وتسرح بين 2 و 3 ديال الدقائق بين السيريات، ولا دير اوزان ما ثقيلاش بزاف وتطلع التيمبو. خدم السيريه في 41 ثانيه، يعني كل ريبيتيسيون غتخدمها في 4 ديال الثواني تقريبا. واوقات الراحه بين السيريات ما كيفوتوش دقيقه ونص. ها نمرتي ديال الكوتشين، وما بقى غير نقول لكم ذاتس ات. كان معاك يونس.